الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، وجعل الله عز وجل هذا الشهر الطيب المبارك صيامه وقيامه في ميزان حسناتكم يوم القيامة، اللهم آمين. ما زلت أتحدث عن أحكام الصيام، واليوم بإذن الله وتوفيقه وحوله وقوته مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه. وأول سنة من السنن هو السحور، التسحر، الأكل بالليل بنية السحور، وإنما لكل امرئ ما نوى، أن تكون النية تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرق كبير، احنا يعني الواحد منا ربما يعني ما بيقدرش يفطر او هو الفطور يعني على المد كده وبتاع، لكن بعد ما بنروح من القيام في منا اللي بيحب ان هو ياكل شيء مش عارف ايه بتاع اول ما بنروح. خلي بالك هناك نية، في فرق ما بين اكل عادي وبين ان يتسحر. خلي بالك، والنية بتفرق ما بين العادة والعبادة. الإنسان منا ينوي بأكله بالليل إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. فرق بين صيامنا وصيامهم أكلة السحور. ولذلك في رواية من الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي رواية أخرى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: خير السحور التمر، أي أفضل السحور ما كان تمرا. خلي بالك، طبعا بيختلف من فرد لفرد ومن حال لحياة ومن مكان لمكان بالنسبة للأكل، لكن الشاهد بالكلام إن إحنا بناكل بالليل بنية السحور. بنية السحور تؤجر بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى في إنسان منا ممكن يأكل وخلاص، لكن واحد تاني بيأكل من أجل تطبيق سنة النبي. فرق كبير والله. متخيل لو أنا يعني إيه حضرتك جاي علشان تصلي العشاء في جماعة، تؤجر بفضل الله تبارك وتعالى، و27 درجة مميز عن من يصلي مفردا. لكن في واحد تاني جاي معاك في نفس المكان وفي نفس التوقيت وأجره أفضل منه. ليه؟ أصله عنده نية زيادة. ليه كده؟ تكثير سواد المسلمين في المسجد. وواحد ثالث ماشي معاهم بس مش واخدين بالهم منه خالص، بنية ثالثة خالص. بنية إيه؟ بنية يعني أن يراه الناس فيدخلون فيأتون إلى بيوت الله تبارك وتعالى. خلي بالك، إذا رأيتم الرجل يعتني المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وحال رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل لرجل. خلي بالك، يبقى أنت بنية واحدة، العمل واحد لكن في عدة نيات، كل نية لها أجر. كل نية لها أجر. إحنا كلنا هنطلع دلوقتي حالا بعد نروح بيوتنا وناكل، لكن في واحد بياكل. هات يا اخوانا حاجه كده علشان نهضم بيها الاكل اللي احنا كلناه من شويه كده، هاتوا مش عارف عندكم كام، طب هاتوا نشرب حاجه ده. وفي واحد تاني بنيه ان هو يصيب سنه النبي صلى الله عليه وسلم، انه يتسحر حتى يتقوى بهذا الطعام على صيام يوم جديد. خلي بالك، من سنه النبي صلى الله عليه وسلم السحور. طب يكون في اي وقت؟ لا، برضه من سنه النبي ان يكون مؤخرا، تاخير السحور قدر ما استطاع، على قد ما تقدر. يعني ينفع ان احنا ناكل في الابتهالات؟ ينفع. يعني ينفع ان احنا ناكل ونشرب بعد ما يدفع الانسان؟ ينفع.
ينفع. يعني ينفع ان احنا نفضل ناكل كده لما نسمع ابو رحمه وهو بيأذن ينفع، ومنين ما تسمع تقول الله اكبر بتمسك. حتى ورد عن النبي ما تصلي على النبي: اذا سمعتم النداء وفي يد احدكم الاناء فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. افهموا الكلام صح. اصل جالي ولد امبارح يومين ثلاثه كده تقريبا، اول امبارح الطلبه بتوعي في الكتاب بيقول لي اصل احنا سمعنا من عم الشيخ ان يجوز الانسان ما دام بياكل يفضل ياكل حتى لو اذن. ما هو احنا مش هنقوم من على الاكل حتى لو قعدنا ساعه كده من النهار يطلع، ما دام بناكل وما انقطعناش عن الاكل يبقى دي جائز. لا طبعا ده خطا، وهو ما فهمش من كلام الشيخ او ما فهمش من كلام الامام او المحاضر، خلي بالك. وربما يكون والدين برضه بنفس الطريقه، لكن المغزى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الراجل قال الله اكبر وانا كنت باكل وبدي اشرب. طب ما انا لازم اشرب، لو ما شربتش يا اما هصبر يا اما هتعب يا اما مش هقدر اكمل. سنه النبي صلى الله عليه وسلم انت سمعت الاذان وفي ايدك الكوبايه ما تحطهاش حتى تمتلئ مياها تتضلع بالماء. شربت وانبسطت وهو عمال يقول الله اكبر براحته خالص. دي سنه النبي، ما تصلي على النبي. فتاخير السحور سنه عن رسول الله، ولذلك احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وصفت لنا مقدار سحور النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه وبين الفجر، فقالت قدر 50 آية، يعني تقريبا على ما تقرأ جزء تقرأه هي قد بالظبط، يعني ممكن ياخد معاك ثلث ساعة ربع ساعة تقريبا. هو ده ما بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين آذان بلال. ولذلك كان على عهد رسول الله كان في آذانين، في آذان لعبد الله بن أم مكتوم، ده أول ما يسمعوا سيدنا عبد الله بن مكتوم بيأذن يقوم الكل يقوم يجهز السحور وياكل، وساعة ما يسمعوا سيدنا بلال يأذن كله يروح ماسك على الأكل. هم عارفين الصوت، خلي بالك زي ما احنا بنعمل في الوقت الحالي. احنا بقى ما فيش أذان، احنا في واحد بيطبل وواحد مش عارف يزمر وواحد بيعمل كذا. المهم الهدف منه ان هو بيوقظ الناس للسحور. الشاهد في الكلام ايه؟ ان تأخير السحور سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على قد ما تقدر. بس انا يا عم الشيخ انا عندي شغل ويعني انا المفروض ان انا باكل وانام، مفيش مشاكل، خلاص هتاكل وتنام مفيش مشاكل. بس انا اصلا الاكل بيتعبني بالليل وانا ما بحبش اتسحر اصلا، برضه مفيش مشاكل. طب ينفع ان انت تتسحر على جرعه ماء؟ يا سلام، تسحر ولو بجرعه ماء، المهم ان انت تصيب سنه النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، اصل واحد يقول لك اصل انا عندي مشكله، عندي حراره وعندي مشكله في المعده، خلاص انا مش هجبرك واقول لك اصل سنه النبي كذا ولازم تعمل كذا. لا، انت تقوم قبل الفجر بدقائق وتشرب وتملى بطنك ميه، ودي شيء طيب بنيه السحور، وتاخذ اجر السحور او اجر اصابه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من سنن رسول الله تعجيل الفطر. يعني ايه تعجيل الفطر؟ هل يعني من نص صفار كده اكل عشان اعجل الفطر؟ لا طبعا. امال امتى؟ يعني لما اسمع كده القران المغرب اكل؟ لا طبعا. لكن لما تسمع الراجل يقول الله اكبر على طول اول تمره تروح حاططها في بوقك وتبدا تاكل. من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تبدا الطعام بالتمر، فان لم يكن فببلع، فان لم يكن فبجرعه ماء. فبجرعه ماء، التمر اللي هو الرطب، خلي بالك مش موجود، يبقى البلح اللي هو الناشف اللي احنا بناكله دوت، خلي بالك مش موجود ده ولا ده، يبقى على جرعه ماء. لكن امتى؟ بمجرد ان انت تسمع النداء الله اكبر تروح شايل وشارب واخد وواكل على طول مباشره. هو ده اسمه التعجيل، هو ده اسمه التعجيل. لكن في بعض الناس يقول لك لا، طب اصبر شويه بس لما يتشاهد كده، طب اصبر بس لما يقول حي على الصلاه، طب لا بس لما يخلص اذان. كل ده غير وارد. اسمع النداء بالتكبير يبقى اذن لك بالطعام والشراب. وخلي بالك ان دي فيها لمحه طيبه، دي فيها حب الامتثال لامر الله. متخيل لما يبقى الاكل مرصوص كده منك كده، ودي مش عارف حلو ودي مش عارف فراخ ودي مش عارف ايه ودي سلطات، ويعني نفسك كده ان انت تخش بس ما تقدرش حتى يأذن لك ربك تبارك وتعالى بالنداء. ودي قمة الامتثال لطاعة الله تبارك وتعالى. ده تأديب للنفس وتهذيب ان انت تاكل بنعام
وتمسك بميعاد وتفطر بميعاد. هو ده، هي دي العبادة. العبادة انك تمتثل لأمر الله تبارك وتعالى، الطاعة لله تبارك وتعالى في كل شيء. احنا لما تبص في امور الحج كلها امتثال. تلاقي نفسها ان احنا بنقبل حجر ونرجم حجر بحجر ونطوف حول حجر ونسعى ما بين حجر وحجر، يعني الموضوع كله حجاره بحجاره. لكن الامر كله عباره عن ايه؟ ان هو افعل كذا حاضر، افعل كذا حاضر، اعمل كذا حاضر، ما تعملش كذا حاضر. انت لازم تقول سمعنا واطعنا، ودي شعار المؤمنين. ده شعار المؤمنين ان احنا نقول سمعنا واطعنا. اما غير المؤمنين قالوا سمعنا وعصينا، لا مالناش دعوه بيهم خالص دول. انت تسمع وتطيع. ليه؟ علشان انت مؤمن، علشان انت من امه النبي صلى الله عليه وسلم، انت من امه خير الانبياء. طيب، من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء عند الفطر. ليه؟ للصائم دعوه لا ترد. واحد يقول لي طب ما انا دعيت يا عم الشيخ، ده انا بقالي اصلا صايم بقالي كام سنه؟ بقالي 30 سنه وبدعو عند الافطار، وفين الدعوه بتاعتي ما اتحققتش؟ في حين ان النبي، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوه الصائم لا ترد. ما انا عارف لا ترد، لكن ربي تبارك وتعالى يعلم ما ينفعنا ويعلم ما يصلحنا، فقد يؤخر دعوتك لوقت انت هتحتاجه. ربما يكون يوم القيامة، ربما يدفع عنك من السوء بمثل هذه الدعوة. كانت في مصيبة كبيرة نازلة أصلا ويرفعها بهذه الدعوة الطيبة. ده أنا كل فيها كنت محتاج يعني 50 جنيه بس، يا رب ارزقني ب 100 جنيه أنا محتاجها، وما يديكش ال 100 جنيه. ليه؟ علشان كانت هي مصيبة تصرف فيها 1000 جنيه من إيدين الناس، ديون يدفعها عنك ربنا تبارك وتعالى وما يديكش ال 100 جنيه. هكذا نفعل، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. يعني قول يا رب أنا عايز عربية، يا رب اشمعنى فلان عنده عربية أنا محتاج عربية؟ طب ما العربية دي هيبقى عليك إيه؟ على العربية وفاتك، على العربية شلل نصفي، لا مش هيدي لك العربية. أهو أنت بتدعو ربنا تبارك وتعالى تظن إن فيها خير، لكن ربي تبارك وتعالى يعلم أن فيها الشر فلن يعطيك إياها. يعلم. أنت متخيل كده لما يبقى يقول أنا عايز بيشاور على السكين، بيشاور على الولاعة، هتديله الولاعة وتديله السكين؟ لا طبعا. ليه؟ عشان أنت عارف إن فيها الشر. مش ممكن. هو ده ما نفعله مع الله تبارك وتعالى. بندعو المولى عز وجل يا رب احنا عايزين كذا وكذا، يا رب احنا محتاجين كذا وكذا، وربنا تبارك وتعالى يعطيك كذا وكذا، وربما يكون عكس اللي انت عايزه خالص. اعرف ان هو ده، واعلم وتأكد ان هذا الامر ده قدر الله، وده حكم المولى تبارك وتعالى لعباده. لو يعلم الناس مدى حب الله عز وجل لهم لتقطعت اوصالهم وقلوبهم اشتياقا لله تبارك وتعالى، اشتياقا لله تبارك وتعالى. الشاهد في الكلام من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قراءة القرآن، من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنفاق في سبيل الله، من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجود والكرم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام. كل ده يكون قربا لله تبارك وتعالى في شهر رمضان المبارك. إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا من سنة رسول الله ما استطعتم، فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فانتهوا. أي ما تقولش أنتهي قدر ما استطعت، لا، اقطع هذا الأمر. ليه؟ ما دام نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. حد له سؤال؟ استقيموا.